أولا ما يجري في السودان ليس حربا داخلية سودانية بين طرفين في السودان. هي حرب كانت إقليمية، بدليل أن دول الجوار أو بعض دول الجوار السوداني تتآمر على السودان، مثل تشاد، مثل أفريقيا الوسطى، مثل ليبيا حفتر، مثل أجزاء من جنوب السودان. لكن الآن تحولت إلى حرب دولية تتصارع فيها قوة دولية على السودان، ولذلك استجلب عدد كبير من المرتزقة، سواء كان من أفريقيا أو من أمريكا الجنوبية، من السلفادور ومن كولومبيا ومن مناطق أخرى. الحرب الآن تدخل عامها الثالث أو تتجاوز يعني أكثر من 6 شهور من عامها الثالث. هذه الحرب حرب غير مسبوقة في تاريخ الحروب الأفريقية. حرب بنيت على تهجير أهالي السودان من مناطقهم، بنيت على إحداث تغيير سكاني في السودان، بنيت على السيطرة لنهب الموارد السودانية وتحقيق الاستراتيجية الصهيونية الأمريكية في المنطقة. ما يحدث الآن ليس مجرد أحداث عابرة أو أحداث فردية، هذا عنف ممنهج مقصود منه أن تظهر للسودانيين مدى وحشية هذه الميليشيا، حتى يهرب السكان قبل أن تصلهم هذه الميليشيا. ما حدث في الفاشر هو انتقام من أهل الفاشر، انتقام حقيقي. أن في دارفور كانت توجد بعض المشاكل القبلية وبعض التحيزات القبلية. عندما حاصرت قوات ميليشيا الدعم السريع قبل أكثر من عام ونصف مدينة الفاشر، كانت تستهدف هذه المدينة لأنها كانت تظن أن سكان هذه المدينة وأهل هذه المدينة ليسوا من نفس الحواضن القبلية للدعم السريع. هذا واحد. الشيء الثاني أن القوات المشتركة، قوات الحركات الأخرى من قبائل مختلفة، هي قبائل الزغاوة، قبائل الفور، تعد قبائل أيضا ليست نفس قبائل الدعم، فلذلك يريدون الانتقام من هذه القبائل. أولا هذا يعني النقطة الأولى، أنهم هنالك صراع قبلي يدور، هذا واحد من أنواع الصراع. أنهم يريدون أن ينفذوا عنفا ممنهجا مرضي عنه من بعض الدول في الإقليم وبعض الدول في العالم، حتى يهرب السكان، حتى يكسبوا هذه الحرب. هذا جزء منه. الجزء الأهم أن المخطط الكبير هو تقسيم السودان. أنت تعلم في 2011 قسم السودان إلى شمال وجنوب. الآن جاء الدور ليقسم السودان أيضا ل3 دول مرحليا، أن دارفور ستكون خارج السودان بالسيطرة على مدينة الفاشر، لأن الفاشر هي عاصمة الإقليم. إذا سيطرت الميليشيا المدعومة خارجيا على الفاشر، يمكن إعلان دارفور منطقة منفصلة أو دولة منفصلة. ودارفور، مساحة دارفور تساوي مساحة فرنسا، يعني منطقة كبيرة غنية بالموارد من الذهب والماس واليورانيوم ومعادن أخرى كثيرة. فلذلك السيطرة على الفاشر كانت العقبة أمام إعلان دارفور وحدة سياسية قائمة بذاتها تمهيدا لانفصال دارفور. هذا عندما دخلت هذه القوات، بعد دعم هذه القوات تم دعمها عبر الإمارات العربية المتحدة. الإمارات هي حليف لإسرائيل الآن، وتعمل الدعم العسكري والسياسي والاتصالات الدبلوماسية والمالي كله يتم عبر الإمارات. وإسرائيل أيضا تضغط على الولايات المتحدة وعلى دوائر حتى تتم حماية هذه الميليشيا وحتى تفلت من العقاب. فلذلك أولا إسرائيل، الإمارات، ثم الولايات المتحدة الآن التي تحاول أن تلعب بالجميع حتى تطيل أمد الحرب وحتى تتيح فرصة لميليشيا الدعم السريع أن تحرز تقدم على الأرض. أولا الأزمة الإنسانية ليست في الفاشر وحدها. أي مكان دخلته قوات الدعم السريع من بداية هذه الحرب في أبريل 2023، السودانيين الذين نزحوا 18 مليون سوداني نزحوا من مناطقهم إلى المدن أو الولايات الآمنة أو خارج السودان. كذلك الاحتياجات الإنسانية الآن حسب تقارير الأمم المتحدة احتياجات كبيرة جدا، وكذلك يواجه السودانيين الآن 25 مليون سوداني يواجهوا شبح المجاعة. في الفاشر الآن مواطني الفاشر كانوا 1.5 مليون مواطن، كلهم تشردوا
ذهب بعضهم إلى الغرى وإلى مناطق بعيدة، وذهب بعضهم إلى ولايات السودان. المقتولين عدد كبير، يعني في يومين قتلوا أكثر من 4000. المعتقلين عندهم 5000 غير معروف مصيره. لكن في فترة الحصار يعني كان يقدر عدد 150 ألف قتلوا خلال هذه الحرب، جلهم في مدينة الفاشر. الآن يوجد نازحين في مدينة طويلة، يوجد نازحين في حول الفاشر. كان فيها أصلا الفاشر كانت فيها معسكرات للنازحين من أحداث 2003، وبعضهم نزح إلى شمال السودان، إلى مدينة الدبة ومدن أخرى، وبعضهم الآن يحاول الهروب إما إلى ليبيا إما إلى تشاد. فلذلك الأزمة الإنسانية الآن كبيرة، ونحن ندعو كل الشعوب الإسلامية أن تتضامن مع أهل الفاشر، وندعو كل شعوب الدنيا وأحرار العالم كلهم جميعا إلى الوقوف مع أهل الفاشر، تقديم العون. ندعو الحكومات وندعو المنظمات والهيئات والجهات الشعبية أن تتضافر الجهود، ويتشكل أكبر حملة للمساعدات الإنسانية في تاريخ السودان، أن يوصل الغذاء والكساء ومناطق الإيواء سواء كان بالخيام أو المنازل الجاهزة إلى النازحين الآن في الموجودين، وإلى الناس الموجودين في المعسكرات. وضرورة توفير الدواء خاصة للأطفال، لأن الأطفال الآن يعانوا من أمراض، من أنواع من الحمى، أنواع من الأمراض التي نتجت عن الحرب. شكرا جزيلا. شكرا.